ابتسم اضحك. إخوتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام والسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء النفس يقولون بأن الإنسان يستقبل في يوم أكثر من 60,000 رسالة تأتي إليه من الذات ومن الآخرين. 90% من هذه الرسائل سلبية، بمعنى آخر تسبب الحزن والغضب وتكدر الصفو، فلا تترك مجال للإنسان كي يسعد. وإذا تساءلنا نحن خلال يوم أو خلال أسبوع أو خلال شهر، كم هي اللحظات التي كنا في قمة من السعادة أو الفرح أو حتى في موقف يتطلب منا الابتسامة؟ ربما إذا ابتسمنا نتصنع الابتسامة، ولكن في مكنوننا وفي أعماقنا الكثير من الهموم. واليوم بمشيئة الله في هذه الجلسة القصيرة سنبحث عن المخرج من هموم الدنيا ومن كدرها حتى نسعد ولو بالقليل. نضع أسس بسيطة التي تعيننا بمشيئة الله، وإذا ما تذكرنا هذه الأسس من خلالها نسعد ونبتسم. أولاها: اعلم أن هذه الحياة قصيرة، والحياة التي تنتظرنا هي طويلة. هذه الحياة يقول الله سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره كم؟ 50,000 سنة. الملائكة يوم عند الملائكة تعرج 50,000 سنة. لو افترضنا أن عمر الإنسان 100 سنة، والقليل منا في هذا الزمن يعيش إلى 100 سنة، لو افترضنا أننا عشنا 100 سنة، 100 سنة مقابل يوم عند الملائكة تسوى ثانيتين فقط. ماذا بعد الثانيتين؟ جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلما تذكر الإنسان المؤمن الجنة وما أعد الله للمؤمنين الأتقياء الأبرياء المستغفرين بالأسحار، يجد بأن هذه الدنيا لا تسوى شيء، ولهذا لا يحمل في نفسه من الهموم الكثيرة ومن الأحزان ومما يعكر صفو الإنسان، فهو يترقب تلك الجائزة الكبرى التي أعدها الله سبحانه وتعالى. طيب، الإنسان في الدنيا لو ملك سيملك بويتا مساحتها 600 متر مربع، 1000 متر مربع، 5000 متر مربع، 1,000,000 متر مربع. الجنة العرض فقط، عرضها ما تكلمنا عن الطول بعد، عرضها السماوات والأرض. فأين الفرق؟ لا يوجد فرق. في هذه الدنيا يمرض ويكدح ويتعب، في الآخرة لا نصب، لا لغوب، لا مرض، لا راح، لا تعب ولا نوم ولا إرهاق. في هذه الدنيا عمر محدود، في الآخرة خالدين فيها أبدا. فالمؤمن الفطن من يستذكر ويتذكر بأن الحياة قصيرة والآخرة خير وأبقى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالإنسان إذا نسي الميزان ونسي بأنه موجود في هذه البسيطة بصفة مؤقتة، انغمس في هذه الدنيا ولحقته الهموم والأفكار. إذن السر الأول
ثانيتين، تذكر ثانيتين، حياتك كلها لا تتجاوز ثانيتين. طيب لو أخذنا الآية الأخرى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. 1000 سنة نخليها أقل شوي، بدل 50,000 نخليها 1000 سنة. 1000 سنة لو واحد عاش 100 سنة بيكون عشر اليوم. اليوم فيها 24 ساعة، عشر 24 ساعة بيكون ساعتين، يمكن 20 دقيقة بس من الميلاد إلى الممات. العمر قصير. إذا كان العمر قصير لا يتطلب أن أحمل في نفسي الضغينة والحقد والكراهية والحسد والبغضاء والشحناء. هذه كل أمراض القلب لا تأتي إلا أن الإنسان يكون عبوس حزين يحمل الهموم والتي تسبب الأمراض الكثيرة. الأسس رقم 2: السعادة، كل السعادة في ذكر الله سبحانه، والشقاء كل الشقاء في الإعراض عن ذكر الله، والآيات صريحة في ذلك. فاذكروني أذكركم ولذكر الله أكبر. فمع ذكر الله سبحانه وتعالى يأتيك الإطمئنان، تأتيك السكينة، ويرتاح الإنسان لأنه في معية الله سبحانه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر لا يتطلب الكثير، فقط أن يعرف الإنسان من ربه وما علاقته بالله سبحانه وتعالى. وذكر الله يكون بالمحبة، كذلك بالخشية، فيجمع الإنسان بين خوف ورجاء. وسبب الشقاوة والأمراض الكثيرة التي تحجبنا وتمنعنا من الابتسامة ومن الفرح ومن الراحة أن الكثير منا أعرض عن ذكر الله. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه المعيشة الضنك التي نعيشها الآن. حاول يوم من الأيام تذهب إلى أي إنسان، قل: يا أخي أنا عندي شوية مشكلة، عندي بعض الهموم، أريد أفتح لك قلبي. ما أن تبدأ إلا يقول: مشكلتك أنت ما مشكلة هذه، اسمع من عندي أنا بخبرك الآن. وكأننا نتنافس على المشكلات. والسبب في ذلك الإعراض عن ذكر الله. والإعراض عن ذكر الله قد يتقول البعض: يا أخي هي كلمات، يقول ربما هي كلمات، ولكن كلمات خطيرة على من؟ على الوسواس الخناس. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا في كتابه العزيز بأن مع الذكر حماية ومع الذكر النجاة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إيش معنى استعذ بالله؟ اطلب الحماية من الله، بالله. من الشيطان الرجيم. وفي المقابل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وظيفته: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذه الخطورة. ذكر الله سبحانه وتعالى. لهذا علم الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي خطورة الشيطان، فأمرنا أن نكثر من الحماية، أن نحمي أنفسنا من الشيطان. والعبادة الوحيدة التي أمرنا أن نكثر منها هي عبادة الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا اللسان لا يفتر عن ذكر الله سبحانه. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
رقم 2. رقم 3: فقداننا للسعادة وفقداننا للابتسامة أننا لا نشكر الله ما فيه الكفاية. من أراد أن يسعد ويجد السعادة في حياته هو مخير بين أمرين: الأول يأتيه بالسعادة الأبدية، والثاني بالشقاء الأبدي. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الأمر متروك إليك، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، الأمر متروك إليك. إذا كانت الحياة ثانيتين أو ساعتين، إذن لا تستحق أبدا أن نكون في زمرة الكافرين، في زمرة العاصين، في زمرة المجرمين، في زمرة الغافلين. أكون دائما في زمرة المؤمنين الأتقياء الأبرياء، التواب الذاكر الطائع. وأنا أعلم علم اليقين بأن هناك جنة ونار. حتى أكون من المؤمنين الطائعين الدليل الأعمال التي أقوم بها. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن لم تشغل نفسك في طاعة الله شغلتك في معصية الله. إذن سر المؤمنين الأتقياء أن جدولهم ممتلئ بالأعمال الصالحة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فماذا عمل المؤمنون؟ جعلوا جدولهم ممتلئ بالأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة، المؤمن الفطن يتفنن في الأعمال الصالحة، لأنه أولا علم بأنها تجارة رابحة. كيف ذلك؟ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذه الوحدة السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن تذهب. الأعمال الصالحة يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: الإيمان 77 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكما سمعنا بالحديث: لا تحقرن من المعروف شيئا أبدا، أي معروف ما تحقره، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. حتى الابتسامة التي نحن بصددها، تبسمك في وجه أخيك صدقة. صدقة. ما عندك فلوس، بعدك ما تشتغل، بعدك ما مريش ولا ما همور، كن همور في الصدقات البسيطة. إماطة الأذى عن الطريق، ابتسامة في وجه أخيك. فهذه الأسس الأربعة أو الخمسة تعين الإنسان بأن يستعد لحياة السعادة. ومع هذا كله الأطباء وعلماء النفس يقولون الآن بأن الإنسان الذي يتبسم أو يفتعل في الابتسامة هذا يؤثر في مشاعره وفي سلوكه وفي نفسيته. والإنسان المبتسم الذي يحمل في نفسه هذه الأمراض الخطيرة من الحقد والغل والكراهية والحسد والشحناء والبغضاء، هذا الإنسان بسبب ابتسامته دائما والتخلص من هذه الأمراض القلبية يفرز مادة في جسمه تسمى بمادة الإندورفين، هي مادة السعادة. إندورفين مثل الهيروين والمورفين.
ولكن المورفين والهيروين مضر لأنها مادة كيميائية. أما الاندورفين هي مادة طبيعية من الجسم وإلى الجسم، مادة السعادة. وكلنا مررنا بلحظات كنا في قمة من السعادة وأحسسنا بنشوة، تلك النشوة أن هذه المادة أفرزت في أجسامنا. وفي المقابل الإنسان العبوس الذي يكون حزينا أو غضوب أو غير ذلك، يحمل الحقد والحسد والكراهية، هذا الإنسان يفرز في جسمه مادة أخرى تسمى بمادة الكورتيزول. مادة الكورتيزول هذه تدمر الكلية والكبد والقلب وغير ذلك، وحتى يأتي الإنسان بمرض السرطان والعياذ بالله بسبب هذه المادة. فالجسم يتعب، القلب يتعب، الذهن يتعب، ويشقى الإنسان لأنه سبب لنفسه هذه الأشياء كلها. وعلى أي حال نقول بأن الإنسان حتى يبتسم أو يقوم بأي عمل يحتاج لتوفيق من الله سبحانه. فلا تغتر بما عندك، ولا تظن بأن ما تأتي به هو من نفسك. حتى الابتسامة هذه لن تستطيع أن تبتسم إلا إذا أراد الله لك ذلك. كيف ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أضحك وأبكى. حتى الضحك هذا قد يبدو أنك أنت المتحكم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو المتحكم. وأنت مستقيم في عبادتك، لا تظن أنك استقامتك في عبادتك بسبب جهدك وإيمانك وعقلك وفهمك، ذاك توفيق من الله. يقول الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم النبي حبيب الله، يقول له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالثبات والابتسامة والأعمال الصالحة تحتاج إلى توفيق من الله، وهذا التوفيق لا يناله إلا المجتهد. تريد تبتسم؟ تريد تسعد؟ إذن عليك أولا بقانون النجاح، قانون الابتسامة، قانون السعادة. قانون السعادة يقول الله سبحانه وتعالى فيه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لم يكتفي الله سبحانه وتعالى بذلك فقال: وإن الله لمع المحسنين. اجتهد وتجاوز مرحلة الفريضة، مرحلة الواجب، إلى مرحلة الإحسان حتى يكون الله معك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ابتسم اضحك وخلي الهم يتكدر وارسم